يقضي الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عامه الأول خارج قارة أوروبا بأكملها، بعد انتقاله للمنطقة العربية، وبالتحديد نادي النصر. النادي السعودي تعاقد مع رونالدو في نهاية العام الماضي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي. ووقع رونالدو عقداً لمدة 2.5 مع النصر، يتضمن راتباً سنوياً ضخماً تبلغ قيمته 200 مليون يورو بحسب التقارير. ونجح صاحب 38 عاماً في تسجيل 13 هدفاً بالدوري السعودي في نصف موسم فقط، ليصبح أحد هدافي المسابقة خلال فترة وجيزة. لكن في الساعات الماضية ظهرت أنباء مفاجئة حول احتمالية عودة كريستيانو رونالدو إلى أوروبا من بوابة نادي بايرن ميونخ الألماني. كشفت صحيفة أبند زيتون الألمانية عن محاولة رجل أعمال ألماني لإقناع مسؤول النادي البافاري بالتعاقد مع رونالدو. وأرسل ماريكوس شون، وهو مليونير ألماني وصاحب موقع بويرو.de، بريداً إلكترونياً إلى النادي البافاري يعرض خلاله تمويل صفقة رونالدو. وأشار في البريد الإلكتروني إلى تكفله بنقل رونالدو إلى النادي بشرط عقد شراكة بين الطرفين.